السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، صينية خضر محمرة في الفرن. وصفة بسيطة اقتصادية وبنينة بزاف، تصلح كوجبة غداء أو عشاء. هيا ونبداو الوصفة على بركة الله. عندي مجموعة من الخضر. أنا استعملت البطاطا، حبة متوسطة من البصل والفلفل، كنت قصيتهم شرائح. 2 حبات طماطم رحيتهم، وضفت عليهم 3 سنات تاع الثوم. في إناء نحطو البطاطا. أنا قصيتها بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه، نتوما عندكم حرية اختيار، قصوا بأي طريقة نتوما تحبوها. نضيف عليها الفلفل والبصلة. هنا تقدروا تستعملوا فلفل حار مع الفلفل الحلو. انا ما نحبش نحطو لانه بنيه صغير تجي حاره ما يقدرش ياكلها. نحطو فوقها الطماطم ونربيو السنات تاع الثوم. تقدروا تضيفوا اي نوع من الخضر عندكم، اي نوع تاع الخضر نتوما تحبوه، ما تقيدوش بالخضره اللي استعملت انا، كل وحده واش متوفر عندها في البيت. نخلط المكونات باه تمتزج طماطم مع باقي الخضر. بعدها نحطو رشة من الملح، لازم تملحوا الخضرة باه ما طيب لكمش مسوسة وتجي صينية الخضر تاعكم صامتة. حاولوا ما تكثروش الملح لانه بعدها راح نديروا التتبيله ونملحوها، وفي الاخير راح نضيف عليها الفرماج. في اناء نحطو حوالي نصف كأس من زيت الزيتون. انا استعملت زيت الزيتون، حبيتها تكون صحيه اكثر، نتوما استعملوا الزيت النباتي. نضيف عليها فلفل اسود، ملح، كركم، فلفل احمر مكعب، جامبو. تقدروا تضيفوا اي توابل عندكم، اللي عندها اعشاب عطريه تضيفها، اللي عندها الكمون تضيفها، كل وحده واش متوفر عندها. نخلط التتبيله تاعي ونضيف عليها القليل من السكر باه نتجنبوا الحموضه تاع الطماطم. بعد ما حضرت التتبيلة نحطها على الخضر ونضيف عليها ربع كأس من الماء. سامحوني أنا كنت في بالي نصور تقطع تفاصيل المقطع هذاك اللي ضفت فيه الماء. نخلط المكونات جيدا، ما تكثروش الماء، 4 كاس بزاف. نخلط المكونات جيدا ونروح نجيبوا الصينية اللي راح ندخلوها للفرن. البنات الفرن لازم يكون شعلتوه كما بديتوا تحضروا، هذاك هو، ما تكملوا تحضير تاع الخضرة تاعكم يكون الفرن سخن. آه، هذه الوصفة ما راح تاخذ معكم وقت في التحضير، والطياب راح تاخذ حوالي ساعة، والنتيجة راح تبهركم بنينة بزاف، لأنه راكم تشوفوا الوصفة راهي بدون لحوم. مع الغلاء اللي رانا نشوفوا فيه الدجاج غلا، اللحم ما تتمسش. جبت لكم وصفة اقتصادية، نتمنى تجربوها ونتمنى تعجبكم، وصدقوني يا البنات بنينة بزاف. بعد ما عدلت الخضر تاعي في الصينية، نجيبوا ورق الزبدة اللي كنت شمخته في الماء ونغطي به الخضرة تاعنا. بعدها نغلف الصينية بالورق الألمنيوم، نغلفوها جيدا وندخلوها للفرن الطيب. قلت لكم راح تاخذ حوالي ساعة قد. هذه الخضر بعد ما طابت كما راكم تشوفوا جات تشهي. راح نضيف عليها كإضافة، تقدروا تستغناو عليها، اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليها. كانت عندي علبة تاع الطون بذوق طماطم، نضيف عليها فوق سطح الخضر، نحطو نوزعو هذاك الطون. اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه، راح يمد ذوق بنين بزاف كإضافة، يعني رائعة. واللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليها، ما راحش تجيكم الخضرة تاعكم صامتة. بعدها نجيبو 3 حبات بيض. البنات الكمية تاع البيض ترجع حسب الكمية تاع الخضر تاعكم. اللي استعملت الخضرة أكثر من واش استعملت أنا تضاعف
كمية تاع البيض، حطيت 3 حبات تاع العظام، نضيفو عليهم رشة ملح، رشة فلفل أسود، ومغرفة تاع الفرماج تاع البيدون، اللي عندها فرماج مثلثات تحط، كل وحدة واش متوفر عندها. كذلك المعدنوس أنا ما كانش متوفر عندي في المنزل، على بها ما حطيتش، اللي عندها تخلطه مع العظام. اللي تحب تزيد كرام فراش ولا أي إضافة آه، تحط، ما كان حتى مشكل. نغطيو السطح بالبيض، ونرابيو عليه الفرماج. أنا استعملت نابولي. بعد هذو الإضافات اللي زدناهم، راح نرجعوها للفرن باه يذوب لنا الفرماج وينشف معانا البيض. ما راحش تاخد وقت طويل، حوالي 10 دقائق حتى لربع ساعة، وتكون صينية الخضر تاعنا واجدة. اللي وصلت معانا لهذه المرحلة، نقول لك حبيبتي ما تنسيش تشتركي في القناة، خلي لي جيم، واعطيني رايك في الوصفة، اكتبي لي رايك في التعليقات. كانت هذه النتيجة النهائية للوصفة تاع اليوم، نتمنى تكون نالت إعجابكم. اللي عجبها الفيديو تخلي جيم وتشترك في القناة. إلى فيديو آخر إن شاء الله. البنات اللي حابة كشما وصفة تخليها لي في التعليقات. دمتم سالمين.